في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. طيب بص يا معلم، ارميلي ده بقى على جنب كده عشان وصل معانا الاس 26 الترا. اركن على جنب انت. واخيرا يا معلم نزلت سلسله الاس 26 اس 26 الترا بعد انتظار كبير. نزل معانا الاس 26 الترا والاس 26 والاس 26 بلس، العائله كلها يا معلم. الاس 26 الترا ده بقى يا معلم اللي جاي يكتسح كل حاجه. انا مبسوط عموما وانا بكتب سكريبت الحلقه دي. مبسوط ان بجد بقى فيه تغيير، بقى فيه فيتشرز جديده. نقول بجد ان احنا اتطورنا شويه، مش زي الايفون 17 برو ماكس اللي يعمل لك تليفون اورنج ويقول لك احنا عملنا تليفون جديد. يا عم بس اسكت بس. ماشي، خلينا نتكلم بقى يا معلم عن الوحش الجديد ده. اول حاجه هتكلم عليها في الفيديو ده عن الاس 26 الترا. موقف بيتكرر معانا كتير تقريبا مع كل شخص. بتقرا رساله خاصه مثلا او رساله معينه، ويجي واحد غلس غتت يرمي عينه كده في الشاشه بتاعتك، ده انت غتت يا اخي، ويقعد يبص في التليفون بتاعك. طبعا في حل انك تركب سكرين برايفسي عشان الغتت ده ما يعرفش يبص، بس سكرين برايفسي بتخلي الشاشه بكسل وبتخلي الشاشه البرايتنس بتاعها واطي ومشاكلها كتير. طيب سامسونج تشوف الكلام ده وتسكت؟ لا يا معلم، الاس 26 الترا الجديد تقوم عامله لك يا معلم اول تليفون في العالم بيحل المشكله دي. وحل المشكله دي بتكنولوجيا يا معلم. اول ما بتفعل الخاصيه دي، لما اللي جنبك يبص فيها يلاقي الشاشه سوداء. والتكنولوجيا دي بتعمل على انها بتشغل البكسلات اللي انت شايفها قدامك، والبكسلات التانية بتطفيها عشان الراجل الغلس اللي جنبك ما يشوفش البكسلات دي. اي حد قدامك يمينك شمالك مش عارف يشوف اللي انت بتشوفه. اسمع مني دلوقتي، الخاصيه دي هتلاقيها مسروقه في كل التليفونات قدام. مش بعيد قبل تعملها في الايفون 18 برو ماكس. والفكره انك ممكن كمان تفعلها في الرسائل بس. اول ما يجيلك رساله، الرساله لوحدها تتخفى والباقي يفضل شغال عادي. انا عملت الفيديو ده باسرع وقت عشان تشوفه وما تاخرش عليك، فانت اخبط اللايك. طبعا انا اتفرجت على المؤتمر كله عشان اقول لك النتيجه النهائيه طبعا وكل اللي اتقال في المؤتمر. اول اختلاف هتلاحظه اول ما تمسك التليفون هو اختلاف شكل الكاميرات الجديده اللي بقى بيميز الاس 26. اختلفت شويه عن الجيل اللي فات، بالذات رصه الكاميرات اللي تحت بعض. وصراحه شايف شكلها حلو، بس الصراحه انا كنت بفضل شكل الاس 25 بس. طيب خلينا نتكلم عن الماتيريال. خامات الموبايل يا معلم بيجي لك بجوريلا جلاس الجيل الثاني، يعني من الاخر وشه وظهره ازاز بس محميين بجوده عاليه. يعني هيستحمل معاك الخرابيش، بس الوقعات هيتكسر عادي، بس هيستحمل شويه، مش هيدش زي زمان. بروز الكاميرات السنه دي زاد شويه عن السنه اللي فاتت. الحاجه الثالثه يا معلم ان الفريم رجع على موليوم تاني، برضه قلدوا ابل. بص انت عارف اهم حاجه في المراجعه عندي ان الشركه مش دافعه لي فلوس، وعشان كده انا بعمل مراجعه للتليفون حقيقيه 100%، مش بتعتمد على التطبيل ولا اطلع ان التليفون حلو عشان الشركه تتبسط منه. ورايي الشخصي كمان، حتى لو انا بفضل تليفون معين عمري ما هبين لك ان انا منحاز ليه. انا عارف ان هي حاجه غريبه انهم يرجعوا الالومنيوم تاني، حاجه تضايقنا احنا كمستخدمين، بس الشركه برضو قالت ووضحت ان ده اهم عشان الالومنيوم احسن في توزيع الحراره، نفس الكلام اللي ابل قالته برضو، وان هو بيخرج الحراره من الموبايل فالمفروض ان هو بيساعد على التبريد. طب ليه خليتوها السنه اللي فاتت تيتانيوم؟ عشان ابل عملت ده. كلام منطقي جدا، مش محتاج تفكير، مش محتاج تشغيل دماغ. بص للامانه انا بفضل التيتانيوم جدا عن الالومنيوم، بس الملمس بتاع التيتانيوم والالومنيوم بالنسبه لي التيتانيوم افخم الصراحه في المسكه وفي الشكل وفي القوه والعداد وكل حاجه تقريبا. بس هم بيقولوا لك في حته التبريد والحراره والشغل ده. الاس 26 الترا بقى اخف 4 جرام عن الاس 25 الترا، بس اظن ان انا لما امسك التليفون والاقي انه اخف 4 جرام بس مش هلاحظ الفرق، ومش هيفرق خالص في الوزن عن الجيل اللي فات. عشان نحس بالفرق فعلا لازم اقل حاجه 25 جرام زي ما ابل عملت في الايفون 15 برو. انا اول ما مسكت التليفون بعد ما نقصوا منه ال 25 جرام فعلا لقيت التليفون اخف في ايدي من الايفون 14 برو. 4 جرام انتوا كده بتضحكوا علينا. فكره الموبايل اصلا رفيع ارفع في الماسكه من الايفون، مع ال 4 جرام الاقل دول التليفون هيبقى في الماسكه ممكن يبقى احسن شويه. الشاشه في التليفون من نوع دايناميك اموليد 2 اكس وحجمها 9.6 انش. طبعا لسه 2600 نتس زي السنه اللي فاتت. دلوقتي الايفون بقى 3000 نتس يا سامسونج، في ايه ده؟ انتوا اللي بتعملوا شاشات للايفون. طب ازاي دي؟ انا ما اعرفش. وما زال كويس جدا، مش لازم ال 3000 نتس بتوع الايفون. انا شايف ان 2600 منطقيين جدا، ما فرقتش 400 يعني. والشاشه طبعا لسه 120 هرتز، كان نفسي يعلوها ل 144 شويه بس تمام. الايفون لسه محدث من 60 ل 120 السنه دي بس، وتيجي سامسونج تعمل 144 هرتز؟ لا ازاي؟ ما ينفعش. بحس ان سامسونج ماشيه بمبدا وانا اعمل الفيتشر دي ليه؟ هي موجوده في الايفون. وزي ما قلت لك الشاشه دي جايه لاول مره بتكنولوجيا البرايفسي ديسبلاي، وهي انها تطفي البكسلات اللي انت مش بتتفرج عليها وتشغل البكسلات الثانيه، وبتتحكم في البكسلات دي بتكنولوجيا معينه سامسونج بس لسه عاملاها لحد دلوقتي، مفيش اي شركه في العالم عملتها. افتكر كلامي كويس، كل الموبايلات السنه الجايه هتلاقيها نازله بالفيتشر دي. بس للامانه انك لما تفعل خاصيه البرايفسي ديسبلاي دي السطوع بيقل وبتلاحظ ده بعينك، بس انت لو بص للتليفون طبعا اكيد هتفضل شايف الشاشه حتى لو فعلت المود، هو بس البرايتنس بيوطى شويه. الحاجه الثانيه اللي هتحسها اول ما تمسك التليفون ان التليفون الكيرف بتاعه بقى دائري اكتر، وبكده سامسونج بتقضي تماما على الشكل المستطيل بتاع الالترا الشهير. سامسونج قضت على الموضوع ده تمام، ودي خطوه كويسه جدا بما ان ده كان مضايق المستخدمين في المسكه. كويس ان الشركه تهتم باراء المستخدمين مش زي شركه ثانيه كده. خليني اقول لك بقى يا معلم، يا ترى المعالج بقى ايه؟ بيقول لك يا معلم اول تليفون في العالم بيجي بمعالج لسناب دراجون 8 جين 5. المعالج الجديد ده معالج
قوي جدا. والمعالج ده يا معلم من كوالكوم بالتعاون مع سامسونج، بس طبعا المعالج ده مش بيتعمل لاي تليفون، بس ده اونلي فور جالاكسي، ميد فور جالاكسي، يعني للالترا بس. وانا عاجبني الموضوع ده، مش هنعمل بقى زي اللابات هو معالج واحد وبيتوزع على الشركات كلهم، تلاقي اللابتوبات كلها فيها نفس المعالج. لا انا ما بحبش الحوار ده الصراحه، تليفوني كله المعالج بتاعه. والتعاون اللي بين شركه كوالكوم وسامسونج دايم من سنين اصلا، وانتجوا لنا يا معلم اقوى معالج الترا نزل في الحياه، او اقوى معالج عموما. اي لعبه تانية هيديك اعلى برفورمانس انت ممكن تحتاجه. واخيرا اخيرا اخيرا سامسونج عملتها، وهي زياده سرعه الشحن. سرعه الشحن يا معلم بتاعت الكابل بقت من 40 واط بقت 60 واط، بيشحن من 0 ل 75% في نص ساعه. جمدان. وانا مبسوط عموما ان انا بقيت بشوف فلاج شيب من سامسونج اخيرا بسرعه شحن عاليه. الايفون لسه شحنه زباله، والشحن الوايرلس يا معلم بقى من 25 ل 40. انت متخيل اصلا السنه اللي فاتت كان الشحن السلكي 25، دلوقتي بقى الوايرلس هو ال 40 والسلكي بقى 60. طبعا للاسف البطاريه لسه 5000 ملي امبير، ابل برضه لسه على 5000 ملي امبير، ما كبروش اكتر من كده. مش عارف ليه عندهم مشكله في حوار البطاريات ده، مش عارفين يكبروها اكتر من كده. حتى ابل عشان تكبر البطاريه توصلها ل 5000 شالت مدخل الشريحه. انا نفسي اعرف ليه ما بيستخدموش التقنيات والتكنولوجيا اللي الصين بتعملها في شرائح البطاريات بتاعتها. البطاريات يا جماعه عاملين بطاريه قد كده، فين سامسونج وابل من الحوار ده؟ ده في تليفونات وصلت ل 10000 ملي امبير يا عم، صلى على النبي. الكاميرا يا معلم بقى فيها ميزه يا معلم، الاستابلايزيشن اللي في الفيديو اتطورت جدا. الاستابلايزيشن خد التصوير في حته تانية. لو بقى فعلت يا معلم الاستابلايزيشن ده، لا الفيديو يا معلم ولا كانك بتتهز، كانك مثبته على حامل عامل زي ده. والكاميرا الوايد حسنت كتير بسبب فتحه العدسه الجديده، والكاميرا الوايد بقت 200 ميجا بكسل. هيديك تفاصيل بقى يا معلم ايه. وفتحه العدسه بقت اف 1.4، تحسن كبير عن الاس 25، فبقى بتدخلك اضاءه اكتر، فبالتالي النويز بقى اقل، بتدخل ضوء احسن من الجيل اللي فات بنسبه 47%. بص انا ببقى طاير من الفرحه لما بشم خبر ان في شركه كبرت السنسور. تخيل اضاءه كتير وهي داخله، نويز اقل، صوره زي الكاميرات البروفيشنال. لما كبروا السنسور في الايفون 17 برو ماكس في الكاميرا السيلفي انبسطت جدا. الكاميرا السيلفي بقى فيها تحسن كبير، بقت بتاخد تفاصيل اكتر، بقت بنويز اقل، بقت باضاءه اكتر، وكل ده بفضل تكبير السنسور. هم في الاس 26 الترا في العدسه الوايد خلوها 200 ميجا بكسل، بس انا بالنسبه لي اهم ان هم يكبروا السنسور. 200 ميجا بكسل من غير سنسور كبير هتبقى كواليتي وحشه جدا. طيب بالنسبه للتبريد، زي ما قلت لك ان هم عملوا الهيكل الومنيوم عشان التبريد، بس هم طوروها السنه دي واعادوا هيكلتها بالكامل، واعادوا تصميمها كمان، بحيث ان هي تديك تبريد 20% احسن من الجيل اللي فات. فالمفروض يعني اداء ثابت اكتر واداء احسن في الالعاب. طبعا انا شرحت الفيمبر تشامبر دي بتشتغل ازاي في فيديو الايفون 17 برو ماكس، خش شوفوا. اكتر فقره بحبها وانا بتكلم عن السامسونج هي فقره الاي اي. بص بقى يا معلم، خد عندك بقى سامسونج عملت ايه دلوقتي. عارفين الاوبشن بتاع تعديل الصور واضافه الحاجات بالاي اي في سامسونج جامد، بالقلم كده وتشيك شيك كده وتقوم راسم اللي انت عايزه والاي اي يعمله لك. المره دي بقى اتطور، يسيبوه كده؟ لا لازم يطوروه. عملوا ايه بقى يا معلم؟ خلوك ان انت تقدر تكتب برومت للجالاكسي اي اي ويعمل لك الصوره، بدل ما كنت ترسم بس، كانك بتكلم بالضبط نانو بنان. بس مش نانو بنانا في الجالاكسي، لا ده هو جالاكسي اي اي ملوش علاقه بنانو بنان، وبجد بيطلع نتائج مش طبيعيه. اجمد خاصيه بالنسبه لي بقى يا معلم، ودي اللي هتكون اجمد خاصيه بالنسبه لك انت كمان، حاجه بتحصل معانا كتير جدا. سامسونج حلت مشكلتها بتكه زرار. كاميرا بتبقى قاعد كده وتلاقي واحد بيرن عليك، السلام عليكم يا فندم، يقول لك مش عايز تشترك معانا في عرض الثلاث فيلل ب 500 مليون جنيه في الساحل الشمالي؟ تقول له لا لا والله ده انا مش معايا حق كوبايه الشاي اللي انا شاربها في القهوه دي. يقول لك لا ما انت ممكن تقسط براحتك عادي. يا عم انا والله ما معايا حق ايد كوبايه الشاي اللي انا بشربها. فكك من الهبل ده، هي مكالمه تسويقيه في الاخر. خلاص يا معلم انتهت القصه دي مع الاس 26 الترا. انا هخلي التليفون الاي اي هو اللي يرد عليه الاول. قاعد في مكان بقى مشغول مش فاضي ترد، ورقم غريب بيرن عليك، حرفيا بيخلي الشخص اللي بيرن عليك يكلم الاي اي اولا، يرد عليه يساله سؤال ايه الغرض من المكالمه دي. الراجل يقول له انا معايا فيلا في مراسي ب 30 مليون جنيه. ثاني حاجه هيقول له اسمك ايه، هيقول له مثلا شركه افتر يو للعقارات والسياحه. طيب هيقفل معاه وهيبعت لك الاجابات اللي الراجل قالها دي في رساله، فبالتالي مش هترد عليه. بس يا معلم دي حلقه صغيره كده اوريك فيها التليفون، ووريك فيها الفيتشرز الجديده اللي اتضافت في التليفون، والديزاين بتاع التليفون، والخامات الجديده. ده كان كل اللي انت عايز تعرفه عن الالترا. طبعا للاسف اول ما التليفون ينزل في مصر هيكون غالي جدا، فلازم تستنى شهر او شهرين على ما التليفون يرجع لسعره الطبيعي ده لو رجع اصلا. وللاسف حتى ابن عمك اللي في السعوديه مش هيعرف يجيبه لك، عشان حتى لو هو حاول يجيبه لك من بره عليه ضريبه برضه. انا عامل الحلقه ريفيو عن الايفون 17 برو ماكس لو عايز تخش تشوفه، يعني جامد برضه. بس اعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات الجايه توصلك، وبس كده يا معلم. سلام عليكم.